السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمد السيد. النهاردة إن شاء الله فيديو مهم جدا عن قطع الغيار المستورد والمصري. ناس كتير جدا طلبت الفرق ما بين قطع الغيار، وخصوصا في ظل إن في شركات كتير جدا في السوق والأسعار متفاوتة وفروق كبيرة جدا في الأسعار. ممكن يعني في طقم الشكمان تلاقي فرق 500 جنيه ما بين ده وده، نص السعر بالظبط. طب إزاي أعرف ده من ده، الأصلي من المصري؟ زمان كنا عملنا فيديو الفرق ما بين الأصلي والمضروب. طبعا النهارده ما ينفعش اقول لك الاصلي والمضروب، لا انا هقول لك المستورد والمصري، لان في تعديل كبير جدا في الصناعه المصريه، لكن في برضه فروق. هي ايه واعرفهم من بعض ازاي؟ تابع الفيديو للنهايه. ورجعنا تاني بعد الفاصل. دلوقتي قدامنا اتنين شكمان، واحد مستورد والتاني مصري. الاتنين في الوزن تقريبا واحد، ويمكن المصري اتقل شويه. طب هنعرفهم من بعض ازاي طالما الوزن خلاص والصناعه المصريه اتطورت شويه؟ هقول لك اول حاجه في لمعه النيكل. لمعه النيكل الصيني هتلاقيها واضحه جدا، لمعته شديده. لو خدت بالك هتلاقيه شديده. التاني مطفي، في سنه مطفيه وشويه، يعني حتى التشطيب بتاعه، يعني شفت الصدى اللي على الزور من قدام، التشطيب بتاعه مش اللي هو الكواليتي الممتاز. هتلاقي حتى النيكل في حتت متقشره. تمام، يعني التشطيب مش اللي هو البروفيشنال، لا، هادي، لسه مش 100%. تمام، يعني دلوقتي جودة التصنيع ممتازة، لكن التشطيب فيه مشكلة. نفس الموضوع المصفى اللي ورا او واجهة الشكمان الخلفية، لو خدت بالك هتلاقيه تحس ان هو مدهون بالفرشة. البراشيم برضه نفس الموضوع، تحس ان هو راكب من بره، لكن حرف الشكمان في الصيني هتلاقيه مطبع على المصفى، مطبع على الزور نفسه. البراشيم، الرش، التشطيب ممتاز. تمام، يبقى انا عندي دلوقتي الوزن خلاص، لان في تطور. يبقى انا عندي التشطيب، النيكل. عندي الكتابه، هقول لك برضو مش هتعرف تفرق منها. زمان كانت الكتابه تحس ان واحد كاتبها بايده، دقيقها بايده. لا، النهارده الكتابه بقى المصري زيه زي الصيني، نفس الموضوع بالظبط، مفيش فرق بينهم. اه، هتلاقي الصيني عليه اللي هو السيريال نمبر بتاعه، السيريال بتاع الشكمان. المصري ما عليهوش. تمام، البويه اللي الدهان اللي هو الرصاصي او الرمادي، اللي ما يعني اللي بيداري اللحمات، واضح جدا نظافته على الصيني. على المصري لا. نفس الموضوع الزور من قدام، لو خدت بالك هتلاقي التشطيب برضو بتاعه. يبقى انا عندي الوزن هتلاقيه هو هو، لكن التشطيب، السيريال، المصفى الخلفية، الدهان، نظام النيكل نفسه ولمعته. تمام، يبقى دي الفرق ما بين ازاي اعرف الشكمان الاصلي او المستورد من المصري. بس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.